هل كل حد شاطر وكفء عنده ثقة بالنفس؟ طب العكس، هل كل واحد واثق من نفسه ده معناه ان هو كفء وشاطر؟ في البداية كده بيبقى دايما في ارتباط ما بين الكفاءة وما بين الثقة بالنفس، والمفروض ان الواحد كل ما كفاءته بتزيد ثقته بنفسه بتزيد. والإنسان المتزن هو اللي بيقدر ما يعمل التوازن ما بين مقدار كفاءته بمقدار ثقته بنفسه. بعض الباحثين لقوا ان في بعض الاشخاص بيبقى عندهم خلل في التوازن ده. النوع الأول بيكون عندهم كفاءة وشطارة عالية ولكن ثقتهم في نفسهم بتكون قليلة، وبيسموها امبوستر سندروم أو متلازمة المحتال. فتلاقيهم رغم كفاءتهم وشطارتهم شايفين نفسهم ما يستحقوش المكان اللي هو فيه، أو ما يستحقوش إن هم يحصلوا على حاجة أعلى من المكان اللي هم فيها، علشان هم مش واثقين في نفسهم ولا في كفاءتهم بشكل كافي. وده أكيد بيكون سبب وعائق ويمنعهم إن هم يحققوا أو يوصلوا لإنجازات كبيرة في حياتهم. النوع التاني هو الشخص اللي بيكون عنده ثقة في نفسه عالية جدا ولكن كفاءته وشطارته بتكون محدودة. بيسموه armchair quarterback syndrome أو متلازمة كرسي الكوارتر باك. بيشبهوه بالمتفرج اللي بيبقى قاعد على الكرسي بره وبيقعد ينظر على المدرب وشايف نفسه بيفهم أكتر من المدرب اللي موجود، وبتكون ثقته بنفسه أزيد من حقيقة الأمر ومن كفاءته وعلمه. بيكون شايف نفسه إن أنا أجمد واحد ومش محتاج إن أنا أغير أي حاجة من نفسي. أما التوازن ما بين الاتنين بيسموه confident humility zone أو منطقة التواضع الواثقة. وده الشخص اللي بيبقى عارف قدراته كويس وواثق فيها وعارف هو مش عارف ايه، وعنده من التواضع ان هو يسمع وينقد افكاره، وفي الاخر يقرر ايه من القناعات والافكار بتاعتي اللي هثبتها وايه من القناعات والافكار اللي ممكن اغيرها. والتوازن ده هو اللي بيخلق فعلا مساحة للشخص ان هو يتطور ويحقق انجازات حقيقية ملموسة في حياته.